منين اسم ايجيبت بالانجليزي ده جه من الكلمة اللاتينية ايجيبت، واللي اخدتها من الكلمة الاغريقية الاقدم ايجيبت، وده كان الاسم اللي اليونانيين سموا بيه ارض مصر. طب اليونانيين جابوه منين؟ اليونانيين كانوا من اقدم الشعوب اللي بتتاجر مع اجدادنا من زمان قوي، ولاحظوا خلال رحلاتهم لبلدنا ان ساعات يجوا يلاقوا الارض مليانة وغرقانة مية، وساعات يجوا يلاقوها عادية والنيل ماشي في مجراه الطبيعي. فلما سألوا أجدادنا عن الظاهرة العجيبة الغريبة ديت واللي هي مش موجودة عندهم في بلاد الإغريق في اليونان يعني، قام أجدادنا قالوا لهم إن اسمها إيجيبت بمعنى الفيضان نفسه، واللي هي جاية من الفعل إيكب بمعنى جريان المية في النيل وفيضانها. زي ما احنا مثلا دلوقتي ما بنقول كب المية، ما هو فعل الكب اللي احنا بنقوله ده دلوقتي هو جاي من الفعل المصري القديم إيكب. المهم اليونانيين لما عرفوا اسم الظاهرة العجيبة الغريبة بالنسبة لهم ديت واللي هي إيجيبت بمعنى الفيضان، ولأنهم زيهم زي أي شعب تاني بيسموا أي بلد وأي شعب غيرهم باسم هم نفسهم يفهموه، قاموا هم مسمينا أيجيبتوس بالجيم المخففة، يعني اللي عندهم فيضان أو الناس الفيضانيين دول، وقاموا مسميين بلدنا أيجيبت بمعنى بلد الفيضان أو البلد اللي فيها الفيضان. وبكده بقى اسم كيمت اللي عندنا او عند اجدادنا القدماء المصريين بيعادل وبيساوي اسم ايجيبت اللي اليونانيين سموا بيه بلدنا، وكمان بيعادل وبيساوي اسم مصر اللي الاسيويين برضو قالوه باعتباره اسم لبلدنا علشان هم يقدروا يفهموه.